تحذير هام من البنك الأهلي لأصحاب الشهادات والحسابات البنكية بالبنك الأهلي، وفي حالة حدوث ذلك يجب عليك الذهاب لأقرب فرع من فروع البنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أهم متابعين في القناة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. واللي شايف انه بيستفاد معايا في القناة فضلا وليس امرا ينزل ويشترك ويفعل الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. فيديوهاتنا كلها عن البنوك واسعار الفايدة، اخبارنا كلها جديدة، معلوماتنا موثوق فيها ودايما صحيحة وسبق الاحداث. اعمل لايك للفيديو ويلا بينا نشوف الخبر اللي معانا النهارده. البنك الاهلي بيعتبر هو اكبر بنك في مصر بسبب كمية العملاء والشهادات المطروحة فيه، ولان البنك الاهلي بيعتبر الذراع الايمن للبنك المركزي. وكلكم شايفين ان اول ما بيتم اصدار شهادة جديدة بعائد مرتفع بيتم اصدارها اولا في البنك الاهلي، وكلنا شفنا في البداية شهادات من 11% و18% و25%، وحاليا شهادات وصلت ل 30%. كل الشهادات دي ادت لزيادة العملاء لدى البنك الاهلي وجذب كثير من الفئات البسيطة اللي كانت دايما بتحط اموالها في البريد او في المنزل، لأن مع ارتفاع أسعار الفايدة شجع كثير من هذه الفئة للتعامل مع البنوك وكسر حاجز الخوف لديهم من البنوك. ومع استمرار ارتفاع أسعار الفايدة من قبل البنك المركزي ليواكب الارتفاعات العالمية من أسعار الفايدة من الفيدرالي الأمريكي وغيرها ومحاربة التضخم، بيتم إصدار شهادات استثنائية ورفع أسعار الفايدة لسحب السيولة من السوق. ولكن الفئة اللي جذبها البنك من العملاء الجدد ليسوا على دراية تامة بالتعامل مع البنوك، وخصوصا على الإنترنت البنكي أو ماكينات الصراف الآلي. عشان كده البنك الأهلي بيرسل رسائل تحذيرية قوية جدا لعملائه إن البنك الأهلي لن يطلب أي معلومات شخصية لديكم، وأن هذه البيانات لا تسجل إلا في فروع البنك، لأن كتير من الرسائل الوهمية ترسل لكثير من العملاء في هذه الفترة بأنه تم إيقاف حسابكم وعليكم الاتصال بهذا الرقم، وعند الاتصال بيتم سؤالكم عن بياناتكم الشخصية، وذلك من أجل سرقة أموالكم، لأن بهذه البيانات الشخصية يمكن سحب جميع الأموال من المحفظة الإلكترونية. لذلك في حالة حدوث أي من هذه الاتصالات لديك يرجى عدم الرد عليها. أما في حالة حدوث أنه تم إعطاء أي بيانات شخصية لك لأي شخص، كل اللي عليك أنك تتصل بالبنك بالخط الساخن فورا، أو الذهاب لأقرب فرع من فروع البنك لتغيير الأرقام السرية والبيانات الشخصية حتى لا يتم الاستيلاء على جميع الأموال. وانتظروا معانا إن شاء الله في شهادات كتيرة هيتم الإعلان عنها قريب جدا. كل اللي عليك انت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من أخبار البنوك. انتظرونا، إلى اللقاء.